تعالوا نفنش مع بعض الشوط بتاعنا بعد ما خلصنا اللايتنج و كاستم شادو والكاستم فيو بتاعنا تجهيز للفاينل ريندر. بس انا عملت بعض التعديلات بسيطة بالنسبة للشيب. كل الفكرة ان انا بس غيرت في السفيرز 1 3 1 4، الكلونر 450، وفي الراندوم خليتها بالماينس عشان اوصل للفاينل ريزلت اللي انتوا شايفينها دي. تمام، انا بس دي عايزة اخليها هي كمان 4. وكمان ممكن عشان تبقى احسن ازود سفير تانية بحيث تبقى كده. طيب علشان نشوف بقى الدنيا، انا عايزة اعمل لها بوست واقف في حتة. خلينا بس اشوف دي الكلونر. حاجة زي كده مثلا، وابص على الارنولد. بما ان انت هتشتغل خامات يفضل تخليها 100% سكيل ونزوم دي شوية عشان نبدأ نحكم على الخامات بشكل احسن شوية. مبدئيا بما اننا عاملين الماتيريال كده فوق، فهي كده هتكنترول كل اللي تحت. انا مش عايزه كده، انا عايزه يبقى فيه الوان سفيرز، يعني استفيد بان انا عندي اكتر من اوبشن. فهناخد ديت لواحده تحت وناخد منها دوبليكيت، او الاول ندخل جواها من غير حتى ما ندخل جوه النتورك. احنا كل اللي هنعمله بس تغيير في الالوان. فخلينا نقول مثلا لون زي ده كده. كده بدأت تبان، بدأ يبقى فيه اختلاف. تمام، ممكن نسمي ده object 1، نسحب منه كنترول، والتاني ده هيبقى 2، نغير له اللوك بتاعه. طبعا مش شايفه حاجه لاني ما عطيتوش لاي سفير، فنشوفه ندي ده مثلا المنظر ده. بس خليها لايت عن كده، فاتحه يعني عن كده شويه بس يبقى شكلها اظرف. الحته دي بقى بتاعتك يعني، اتحكم فيها زي ما انت عايز. ممكن نسحب دي كده، حاجه زي كده، وناخد منها كنترول ودراج، ودي هتبقى 3. ونخلي اللون ممكن نديها في الأحمرات مثلا، وبرضو مش شايفين حاجة لأننا ما شاء الله ما عطيناهاش لأي حد. نديها للتالت كده، بدأنا نشوف حاجة. وتعالوا بدل ما نخليها أصفر، ولا لو عملناها لا هتبقى أوفر قوي، أوفر جدا كمان. فاحنا ممكن نسحبها هنا كده في الجريز، يعني مش أبيض أبيض ولكن فيها تنت أورنج مثلا، حاجة زي كده مثلا. اوكي، ممكن تيجي هنا في السبيكلر لو عايزين يعني، ونيجي للاي او ار. لو خففتها شوية بص بقت ضل، لكن لو زودتها شوية هتبقى ريفلكتيف اكتر، حسب الافكت بقى اللي انت عايزه. خلينا نرجعها تاني 1.5، والرفنس بقى سنة، ونخلينا نديها لون كده شوية يعني. لا ده احلى، دي بقى حسب ما انت عايز توصل ليه بالظبط. هي كده بدأت تقلب اللون التاني.
طبعا انا قافله الساتوريشن قوي فعشان كده اللون جاي لي غريب. اعتقد كده معقوله شويه، ممكن نرجع نغيرها تاني لو احنا عايزين. فانت بتختار بقى الالوان اللي انت عايزها، كل الفكره بس بلاستيك، ما تحاولش ان انت تغير قوي، وفي نفس الوقت مش عايزين نقفل السبيكر عشان يبقى شكلها بصراحه ضل جدا وهيبقى شكلها يعني مش ظريف. تمام. ممكن ان انت تغير بدل ما تبقى سفيرز تبقى اي حاجه تانية حسب ما احنا حابين. تمام. وده شكل الفاينل ريندر بتاعنا. حلو جدا. كده احنا ظبطنا الخامه بشكل مبدئي. طيب لو انت عايز تاخد فكره هل في الشط اللي قدامك في نويز ولا لا، هل لو في نويز هعرف منين في نويز عندي فين عشان اظبطها. طبعا الموضوع دوت اصلا ليه جانب مهم قوي في الدراسه، ولكن تعالوا ناخد فكره عامه بسيطه في الشغل بتاعنا. انا بالمنظر ده مش قادره احكم انا عندي نويز ولا لا، او سوري النويز لو موجوده فين. طبعا الشوت اللي خادمني فيه ان هو بعيد، فمش محتاج ان انا ازوم مع الانيميشن مش شايفه حاجه. لكن لو حابب ان انت تعرف حاجه شبه كده بنحتاج ان احنا نفصل الريندرز عن بعضيها، وده بان انت تروح لارنولد الاي بيس وافصلها. يعني انا عندي diffuse وعندي specular وعندي كمان في shadow shadow. ليه diffuse وليه shadow؟ diffuse يعني يجيب لك الالوان مصمتة، ودي بمجرد ما انت بتحدد هنا هي بتتقفل فوري. فادي البيوتي، ادي الالفا، ادي الديفيوز هتلاقيها الالوان لوحدها، وهتلاقي السبيكر. ليه دخلت السبيكر؟ عندي لمعة في الشوت، مجرد ما احددها هتلاقي اللمعة لوحدها، فهو بيفصلهم عن بعض. فانت ما بتفصلهم بتقدر تشوف النويز موجودة اكتر فين. طبعا بتحكم بعد ما بيكون خلص. بشكل كبير انا مش شايفة نويز هنا للدرجة، في جزء بسيط هنا، ولو عندي نويز وده طبيعي انه يجي لان انت اصلا لسه ما عملتش حاجة في السامبلز اللي بتعالج النويز ده. تمام. مش محتاج غير الدولة بس. تمام. دلوقتي فمبدئيا كده لازم الاضاءات بتاعتك ما ينفعش تسيبها في السامبلز واحد بس. واحد دي قيمة قليلة جدا مش هتعمل اي حاجة، فزودها كده. تعالوا علشان قبل ما اعمل اي حاجة بصوا كده، بصوا كم من النويز اللي هنا، وهنا بعد ما اخلي التلاتة بصوا هتبقى على فكرة هي خفت عن الاول. لو انا عملت ريكتانجل في نص الفريم كده ورجعت دي واحد عشان تشوفوا نفس السفير قبل وبعد جنبها. بصوا هنا النويز زيادة عن دي، اي نعم لسه موجودة ولكن قلت عن الاول. في اكتر من حاجة تتحكم فيها. هنخلي دي 3، في اللايت التاني هنخليه برضو 3. بصوا بقى الدنيا فرقت ازاي. بصوا بقى لما اسحب دي كده شايفين نويز كتيرة جدا راحت في الجزء ده. طب الباقي نوديه ازاي؟ طبعا كل ما بعد كل ما اهتمامه بانه يشيل النويز اللي قدامي قل على فكرة. فانت بمجرد ما بتدخل بقى للسيتنج نفسها وللمين وتزود في الكاميرا واحدة كمان، مثلا خليها 4، هتلاقي نويز كتيرة. شوفوا حاجات كتيرة من هنا جدا فرقت معايا. فبالتالي لما ارجع كده للبيوتي انا تقريبا مش هلاقي نويز خالص. شيل الريكتانجل ده. فهي ببساطة ان انت الريندر بروسيس واحد من اهم دورها او ادوارها او وظائفها هي ان انت تعالج بيها النويزنج، تعرف هي فين وتحلها. طيب كده حلينا مشكلة النويز. لما اجي رندر
انا مش هرندر بالمنظر ده. الخلفية دي كانت بس عشان اظبط شكلها، شكل الاضاءة، الدنيا بتاعتي، واتأكد ان الدنيا تمام. حتى هتلاحظوا كمان ان كان في نويز هنا على الترابيزة في الشادو، راحت معايا، ودي راحت من الكاميرا ومن الاضاءة. طيب هفصلها ازاي؟ تعالوا كده لو رحنا للباك جراوند وخفيناها، لا مش دي التانية، نروح كده للألفا. هو ده اللي انا عايزاه. انا عايزه الاوبجكت بالالفا بتاعته او بالشادو بتاعه. فبمجرد ما بتخفي الاوبجكت بتاعك خلاص الدنيا كده تمام. نرندر ازاي؟ نجهز للرندر. بعد ما بتخفي كده طبعا بتروح للسيف، وتتاكد ان انت محدد الالفا عشان يقرا الالفا بتاعتك، وتتحدد على الستريت الفا. تمام. وبعد كده بتختار المكان. انا عملت ريندر، ممكن يفضل تعمل تيست ريندر زي ما عملنا هنا. يعني انت لو قلت هنا كلمة تيست سيف، يفضل انت تعمل كده. وفي الفورمات تختار حاجة تقرا الألفا. بما ان دوت عبارة عن تيست فيديو فهنخليها PNG لانه خفيف وسريع، وبكده هو جاهز. وقبل ما تروح للأوتبوت وتغيره لأنيميشن أو لفيديو كامل، خليها دلوقتي فريم واحد. تمام. هتقفل ده وهتقفل ده وتقول له يلا رندر. من هنا بقى هيبدأ هو يرندر المفروض زي ما احنا شايفين. طبعا ده بيرندر الفيو، فانت لو طالع بره الكاميرا هو هيرندر لك نفس اللي انت شايفه بالظبط. تمام. هتلاقي في اللايرز المفروض ان هي مفصولة. انا ما شلتش السبيكر والكلام ده للأسف، فانا المفروض ان انا اشيله. ان اللي انا محتاجاه منه خلاص، دبل كليك راح، دبل كليك راح. اوكي كده لو رجعت للريندر بتاعنا هتلاقي ادي التست بتاعي مفصول بالشكل ده. طبعا هنفتح افتر بس بحيث ان احنا نعمل الفاينل كومبوزيت كمان. نجهز الريندر بتاعنا. احنا كده هو جاهز بعد التست وتأكدنا ان الالفا مقرية والدنيا تمام. بعد كده نيجي للكارنت ونقول له all frames، او لو انت عايز ترندر جزء معين بتختار كام فريم بالظبط من الفيو بتاعك. مجرد ما بتعمل كده بتبدأ تقول له render وبيبدأ يرندر معاك. تمام. بعد الفاينل ريندر بنسحب الفيديو عندي هنا. ماشي. وادي الفاينل بتاعنا. فانا طبعا اول جزء زي ما احنا متفقين معمول كده، انا بس هسحبه بحيث يدخل على الريندر على طول. وعايزين ناخد الفريم اللي هو الباك جراوند بتاعتنا. مجرد ما بتدخل طبعا انا حطاها كسكيل عالي والفيديو 720، فانا كل اللي هعمله ان انا اقول له fit to comp بحيث يبقى على قد الكومب بالظبط. فهتلاقي على طول الدنيا ظبطت معانا زي ما احنا شايفين. هي مش محتاجة اي حاجة، انتوا شايفين كده. ممكن نعمل لها بوست بسيط ان احنا نمسك الفيديو ونبدأ نظبط برايت شوية، ممكن كونتراست كمان، ممكن نعلي الليفلز حسب ما انت عايز بقى، بحيث الحتت المظلمة دي نورها شوية. تمام. ممكن نسحب ده شوية هنا، بس هي كده لسعت لو قفلت ده. حاجة بسيطة يعني. بتبقى بقى على حسب ما انت عايز تعمل فيه ايه بالظبط.
تمام. حاجة بالشكل ده. بكده نكون عرفنا ازاي ان انت تفاينل الخامات بتاعتك على على سينما 4D، ازاي ان انت تعمل الفاينل ريندر، تفصل الباصات ازاي، تعرف فين النويز وتبدأ تحلها، وبعد كده نرندر بانه يبقى شايف الالفا بتاعتك، وفي الاخر ازاي نفاينل كومب الكلام ده كله في الافتر افكت. اتمنى يكون الشوت مفيد ليكم، والمحاضرات تكون وصلت الفكرة جدا ازاي ان احنا نقدر نستفيد بالانيميشن جوه فيديو معانا. وده واحد او حاجة بسيطة من استخدامات ال 3D composting for motion graphics.